بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. جايالكوا بفيديو حلو. طالما النهاردة آخر يوم رمضان يا جماعة يبقى قطايف. انتوا عارفين حلويات الشرق لا غنى عنها. حشيناها بسوداني وزبيب وجوز هند. بصوا الزيت بقى غزير، عشان سمعت يا جماعة ان لازم زيت القطايف يبقى غزير عشان تتحمر كويس، تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. احنا كمان بنحط في الزيت معلقة سمنة بلدي. حلويات شرقي انتوا فاهمين، سمنة بلدي حتى الحاجات المتحمرة. سبتها ساحت في الزيت والزيت غلي بقى. بصوا، وهنزل بقى بقطايفاية قطايفاية عشان خاطر الزيت ما يبردش مرة واحدة اهو. مع انها برضو يا جماعة مهما كترنا الزيت سبحان الله هي حاجة بره بتبقى ليها تكنيك تاني، تفضل مقرمشة. انما احنا حاجة البيت سبحان الله، بس احنا بنحاول بنجتهد. بس كده طاسة واحدة عشان ايه؟ حاجة. بصوا الزيت، احنا مش بنقلب بقى يا جماعة واحدة واحدة، احنا بنلف الطاسة دي. حتى في اي حاجة بنحمر بطاطس، اي حاجة بتحمري اي حاجة احنا بنلف الطاسة كده. حتى في الاكل بصلة بتاع زي ما انت شفتوا كده، بهز الزيت كده بنلفيه وبالراحة بقى واحدة واحدة كده. طالما خلاص واحدة 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 ما بقاش ابيض، بصوا افضل الف 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 وبعد كده اشيل بقى. او ممكن اقلب حاجة محتاجة تتقلب بقلبها مع ان ما بتحتاجش. بس بصوا الجمال، والله كانت مقرمشة قرمشة من بره رهيبة، ومن جوه طرية بقى ومليانة مكسرات وجوزة هند خطيرة. عسل بقى وسط شربات وبنعمل عليها. احنا بنحب نعملها نطلعها ناكلها بتقرمش. وادي تاني طاسة اهو. برضو بص بلف الطاسة بالزيت باللي جوه الزيت بس كده اهو. الشربات عندي واحط. بصوا الجمال، وهي سخنة تشرب الشربات بقى بتاعها وناكل. احنا بنحبها سخنة، احنا كمان في الشتا فأي حاجة سخنة هتبقى جميلة. دي بقيت الطاسة حبيت اوريها لكم ان هي برضو غرقانة في الزيت. عفوا يا جماعة، عندي برد على خفيف كده. فتحت حاجة بسيطة بقى، واللي وقع في الزيت ده بنرميه معلش. بس بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبألف هنا وشفا. ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. لايك وشير بقى وسبسكرايب للقناة، شرفتوني.